بعد أن ارتبط اسمه لعدة أشهر بالانضمام إلى المنتخب الوطني لتدعيم الجهة اليسرى من الدفاع ليكون منافسا قويا لفوزي غلام، تأكد بصورة رسمية أن يوري برشيش مدافع نادي ريال سوسيداد الإسباني وواحد من أحسن لاعبي الفريق في بداية الموسم الجاري لن يتقمص ألوان المنتخب الوطني الجزائري بعدما اعتذر بلباقة ولأسباب خاصة. برشيش المولود من أب جزائري من منطقة القبائل وأم إسبانية، وفي اتصال مع إذاعة أنودا ثيرو أكد أنه تلقى اتصالا رسميا من قبل المسؤولين الجزائريين لحمل ألوان الخضر لكنه رفض العرض. يشار إلى أن الفاف كانت ترغب في استقدام صاحب 26 عاما منذ فترة إشراف كريستيان غوركوف على الخضر ليكون بديلا أو منافسا لغلام، لا سيما أنه يتمتع بمستوى جيد وفق ما أبان عنه نهاية الموسم الماضي وأكده في بداية هذا الموسم. نجم وقائد الخضر السابق جمال بالماضي يوجه ضربة موجعة للمخزن المغربي متضامنة بطريقته الخاصة مع الشعب الصحراوي الشقيق. جمال بالماضي نجم المنتخب الوطني الجزائري السابق والمدرب الحالي لنادي الأخوية القطري رد بالسلب على دعوة المملكة المغربية للمشاركة في مباراة استعراضية في مدينة العيون المحتلة. قائد نادي أولمبيك مارسيليا السابق رفض اللعب في مدينة العيون الصحراوية التي يسيطر عليها المخزن المغربي، مطالبا القائمين على تنظيم المباراة الاستعراضية بنقلها إلى مدينة مراكش. وبرفضه المشاركة يكون بالماضي قد جنب نفسه الوقوع في فخ نصبه له المخزن المغربي، وعبر على غرار كل الجزائريين عن تضامنه مع الشعب الصحراوي. هذا وشهدت المباراة الاستعراضية مشاركة العديد من نجوم الساحرة المستديرة على غرار الأسطورة الأرجنتينية مارادونا، البرازيلي ريفالدو، ونجم الكرة الكاميرونية روجي ميلا، فضلا عن أسماء عالمية أخرى. تدخل الأهواء، وين القوانين، وين المنظومه، وين الاحترام، وين نروحوا الضحايا هاد الشبان هذوما تكلموا على الملافق؟ ما عندنا ولا شيء مرافق تاع المستوى العالي. على بالك الملاعب تاع الجزائر كلها لو تجي اللجان تاع الفيفا ولا ملعب اومولوجي يقدروا يلعب فيه، لانه اول شيء لي بارو ما يكونوش. نعم على بالك نعطيك خبر حصري. خلينا نعطيك خبر حصري. شد روحك مليح. الجزائر 90% لن تنظم كاس افريقيا 2017. ما تسالنيش لماذا. انا قلتها ولا نظمت 90% لن تنظم، ماشي لن تعطيها الكاف تنظيم كاس افريقيا 2017. ستكون كارثه لاشياء سنقولها بعد ما ولكن حديث مثل هذا ستكون كارثه للسلطات الجزائريه الجزائر 90% لن تنظم كاس افريقيا 2017. وعندما يطلع الخبر نقول لك علاش ما نظمش. ماشي قلتوا لنا نقدروا ننظموا كاسين عالميتين، صح ولا لا؟ قلتوا لنا باللي نقدروا ننظموا زوج كاس العالم. يا عباد ربي اتقوا الله. كاس افريقيا ما يعطيوها حتى بالنفوذ اللي الاتحاديه الجزائريه رئيس الاتحاديه. قضيه نفوذ. نعم. نفوذ لا يكفي. حنا عندنا النفوذ كما واحد اخرين ثاني عندهم نفوذ، كل واحد يدعي بانه عنده نفوذ. ولكن كواحد مثل روراوه مقرب جدا اللي عيسى حياته ايضا عضو بارز في الفيفا عنده نفوذ. كاين اشياء اكبر من اشياء مثل هذه. كاين اخرين عندهم نفوذ اكثر منك. كاين اخرين يعرفوا يمشيوا. عمار يعرف لما تسعى لتنظيم حدث مثل هذا تطلع وتهبط، يعني حتى تكون عندك استراتيجيه في التعامل مع الناس. تعرف بانه حياته يوميا عنده ان ريفيو دو بريس واش تقول الصحف كلها. مهم جدا ما يتحدث عنه حفيد الدراجي. مشاهدينا سأعود اليك عمار ابراهيميه. فاصل مشاهدينا ونواصل، ارجو الا تذهبوا بعيدا. مشاهدينا اهلا بكم الى الجزء الثاني من برنامجكم استاذ النهار. طبعا نناقش حصاد الرياضه في عام 2014 وضيوفي الكرام في حديث ايضا انتهينا مع حفيد الدراجي. خبر حصري تحدثنا عنه، لسنا خبر لانه ولكن انت من المقربين جدا نعرف ذلك جيدا، ولكن لما تحدث انه الجزائر من عالم الكره حتى لا اقول اشياء اخرى، الجزائر لم تنظم كاس افريقيا 2017 رغم أن السلطات تمني الكثير من باش تنظم هذه. وأنت تعرف جيدا أنه وزير الرياضة محمد تهمي يقول لك أنه عندنا ملف أقوى بكثير من الملفات الأخرى.
رغم فشلنا. ما خديناش 2019، ترشحنا 2019 و21 لا طبعا ما خديناهاش. عادي جدا انه ما تاخذش 2017. ليش؟ انت ترشحت ل 2019 و2021 وما خديناهاش، ليش ما قمناش القيامه؟ والان حبينا، لانه في بعض التصريحات تاع السلطات العموميه كانوا يقولوا ماناش حاضرين. نزيد لك حاجه واحده، طلب من الجزائر ان تنقذ الكاف وتنظم 2015، رفضت الجزائر. طبعا لسنا جاهزين. كيفاش لسه جاهز؟ لسنا جاهزين. غينيا الاستوائيه جاهزه؟ ما عندك ولا ملعب. لكن الجزائر كنتوا تقولوا بان احنا افريقيا وسلكتوا كاع ديون تاع افريقيا. لا ما تقدرش تسلك الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم. انقذت الدول الافريقيه صح، انقذ الكونفدراليه. تعرف شحال تكلف تنظيم كاس افريقيا؟ 50 مليون دولار. 50 مليون دولار، الناس داوها رشوه 50 مليون دولار في الجزائر. ما تقدرش 50 مليون دولار تكلف تنظيم كاس افريقيا للجزائر. وفي الجزائر بالمنظومه اللي كاين عندنا دي سبونسور يقدروا نعيط لهم بالواحد في 10، اعطيني 10 5 مليون 5 مليون 5 مليون، ولا فلس يخرج من الدوله. لكن تعرف انت تنظم كاس افريقيا. المشكله لا عندك قراءات اخرى، قراءات الاموال. انا عارف المشكله هو لانه ما عندكش لحد الان. ماشي قلتوا لنا باللي نقدروا ننظموا، قلتوا لنا نقدروا ننظموا دو كوب دي موند، فهمونا. بعد 3 سنوات ولا 4 سنوات؟ لا ما قالوا لناش بعد 3 سنوات. قالت الجزائر قادره تنظم 2 تاع كوب دي موند، ما قالوا لنا لا 2030 لا 2010. قالوا لنا تقدر تنظم دو كوب دي موند. احنا حبينا غير كوب دافريك ماشي دو كوب دي موند. في 90 نظمنا كاس افريقيا اخويا. غينيا الاستوائيه عندها يمكن اكثر منا. ما عندها، ما اعتقدش بانه عندها. غينيا الاستوائيه راح يجيبوا لها الكازون لافي تاع كوب دافريك يجيبوه لها من اسبانيا. كل شيء غينيا الاستوائيه كل شيء راح يجيبوه لها الناس من برا. ما عندهمش فنادق باش الناس يسكنوا. ما عندهمش. اوكي احنا كذلك ما عندناش فنادق. تعتقد انه ستكون كارثه بالنسبه للرياضه الجزائريه انا بالنسبه لي ما اذا لم نحتضن كاس انا بالنسبه لي ليست كارثه، ونعرف الوضع تاع الرياضه الجزائريه والرياض والحياه والدنيا ليست كلام يا حبيبي. مش بالكلام، انا بالكلام احنا ونديروا لا بوليتيك دو بريستيج. لما كنت مدرب للنخبه الوطنيه ووقعت لك الحادثه الشهيره مع حفيظ دراجي لما قطعت يعني العقد تاعك اللي كان مع الاتحاديه. ما قطعتش العقد لان الناس انا نساله وانت تقدر تجاوب لانه فرصه، لانه انا سمعت حفيظ دراجي مع الزميل يعقوبي صرح وقال انه يعني اقسم بالله بانه ما كانش على باله باللي ماجر جاي للحصه وجايب معاه العقد، وبانه باش يقطع العقد في الحصه. تاكد هذا الكلام؟ حفيظ دراجي ما كانش على علم؟ لا حفيظ دراجي ما كان عارف ولا اي شيء ولما جيت للاستوديو اول قبل لازم الناس يعرفوا انا لي احترامي للعقد. هي الفرصه باش توضح يعني. نعم لي احترامي للعقد اللي مضيته مع الاتحاديه في هذاك الوقت. ايوه ما قطعتش العقد. وش قمت؟ وممكن تشوفوا اللقطه في اليوتيوب. العقد اللي وريته عملت له هكذا وحطيته فوق الطاوله. انا بينت لهذوك الناس جو في با سيتي لور نو، ما راحش نقول اساميهم، لان رابح ماجير جيت للمنتخب حبيت نخدم الشبيبه، حبيت نخدم المنتخب الوطني الجزائري. عارف. ولكن ناس ما نعطيش اسمهم. لا هي حسب بوضوح من سي رابح ما حبوش. ماذا بينا نعرفوا اسماء. بس هذاك الوقت موش الاتحاديه، مش الاتحاديه، الوزراء. هذا هما ما حبوش. اللي كان انا ذاك وزير الشبيبه والرياضه، وزير الشبيبه والرياضه ما حبش يكون رابح ماجر اللي كان في عهدك، يعني اللي كان في عهدك. يعني هذاك الوقت قلت له لو انت ما كانش عندك الشجاعه اللي تقول ما تقولش رابح ماجر انا ما نحبكش تكون مدرب المنتخب الوطني، انا عندي شجاعه. شكون اللي كان وزير الشباب والرياضه؟ ذكرني ذكرني في اسمه، ذكرني في اسمه فقط، يعني المشاهدين مش ليا، انا نسيت الاسم تاعو السي رابح. كان وزير الشباب والرياضه، كان وزير الشباب والرياضه السي دروازي. ولكن خلاص هذاك يعني احنا من بعد تلاقينا وما فيش اي مشكله، ما كانش يعني. لكن هذاك ما كان لكش اشكال مع الاتحاديه؟ لا ما كانش مع الاتحاديه، ولكن قلت له خلاص انا نقدم الاستقاله لكي نعطيك كما يقول لك لافوا ليبر خلاص روح جيب مدرب اخر، وقدمت استقالتي على المباشره. لماذا تدهورت علاقتك يعني بحفيظ دراجي؟ بسبب دعمه للروراوه؟ والله هو حر، وانا ما عندي اي شيء ضده. انا شخصيا ما عندي حتى حاجه ضد. حتى هو يقول ما عنديش. لا اكيد علاقتكم طبيعيه بارده؟ عاديه. ما عندكمش علاقه؟ ما عندي حتى مشكله مع اي واحد والحمد لله. مع الحاج الروراوه ما عندي. قلت لك انا شوف انا كاين يعني بينك وبين الحاج الروراوه معروف انه لا كاين اشياء هو كبيره يعني.
ما كان اشياء ما نحبش نتكلم عليها، واللي في القلب في القلب وخلاص. هي بوضوح سي رابح، يعني عارف بوضوح، ولكن ماذا بيا نتكلم يعني ما هو حتى الجماهير، يعني ربما مش حقي ومش حق، لكن من حق المشاهد الكريم انه يعرف مثلا بين ما هو الخلاف بين السي رابح ماجر والسي وراوة. يعني حتى احنا كاعلاميين ماناش عارفين الخلاف الحقيقي. لا 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 الاعلام عارف اقل شيء خطوط عريضه. لا عارف كلش، وانا بكل صراحه ما نحبش نتكلم على هذا الموضوع، لان ما يستحقش نتكلم عليه، ما يستحقش نتكلم عليه. هذا الرجل عارف وش عمل لي انا، هذا الرجل عارف بعد 13 سنه، عارف وش عمل رابح ماجر، عارف وش عمل رابح ماجر بعد مباراه لبلجيكا، وعارف وش عمل، وانا عارف وش عمل لي، ولكن ما نحبش نتكلم على الموضوع هذا. دفعك للاستقاله لا لا واكثر. لا لا اشياء خطيره على الامور هذه، لهذا ما نحبش نتكلم على الامور هذا. اخي العزيز نقول لك كلمه، ظلمك نقول كثير، ولكن نقول لك كلمه. تفضل سي رابح. هذا الموضوع ما نحبش نتكلم عليه، خلينا على مستوى هذه القاعده احسن، ونتكلموا على اشياء اخرى. انا احترم رايك سي رابح.